النهاردة معانا تحليل لماتش مهم جدا بين الزمالك وفاركو في دوري النيل. بس احنا مش جايين نتكلم عن النتيجة قد ما احنا جايين نفصص ونحلل المعركة التكتيكية اللي هتحصل على الخط. الموضوع مش مجرد ماتش كورة، دي أشبه بلعبة شطرنج بين المدربين. وده هو السؤال اللي الكل بيفكر فيه. يا ترى مين اللي هيكسب في لعبة الشطرنج دي؟ هل الخطة المدروسة كويس قوي هي اللي هتمشي، ولا ممكن نشوف مفاجأة تغير كل الحسابات؟ بالظبط كده. خلينا بقى ندخل في تفاصيل التفاصيل. الماتش ده مش هيتحسن بمهارة لاعب لوحده، لأ، دي معركة عقول بجد بين المدربين. كل واحد بيحاول يقرأ تفكير التاني. مواجهة تكتيكية من العيار التقيل فعلا. طيب عشان نفهم الزمالك ناوي على إيه، لازم الأول نبص على فاركو بيلعبوا إزاي. إيه هي أسلحتهم القوية؟ والأهم من كل ده، إيه نقطة الضعف اللي الزمالك ممكن يركز عليها ويستغلها؟ بصوا، خطة فاركو واضحة وصريحة، ضغط عالي جدا في نص الملعب كأنهم بيخنقوا اللعب. أول ما يخطفوا الكورة بتلاقيهم طاروا بيها في هجمات مرتدة سريعة جدا، وتركيزهم كله على الأطراف. خطة محترمة طبعا، بس زي ما بنقول دايما لكل خطة نقطة ضعف. والمشكلة الكبيرة قوي عندهم هي التمركز الدفاعي. دي حتة حساسة عندهم. النقطة دي بالذات هي كعب أخيل بتاعهم لو نقدر نقول كده. مشاكل واضحة جدا في التمركز الدفاعي، وده هو بالظبط المفتاح اللي أي فريق ذكي وخصوصا الزمالك هيفكر يبني عليه خطته. جميل، يبقى السؤال المنطقي دلوقتي، الزمالك هيعمل إيه قصاد الكلام ده؟ إيه الخطة اللي بتترسم في الكواليس عشان تواجه أسلوب فرقه ده وتستغل نقطة ضعفه؟ وهنا بقى يجي دور العقل المدبر فيريرا. كل التوقعات بتقول إنه مش هيلعب بالطريقة العادية اللي الناس متوقعاها، لا، المؤشرات كلها بتقول إنه بيجهز مفاجأة، والمفاجأة دي هتكون في شكل الخط الهجومي. طيب إيه الهدف من المفاجأة دي؟ تفكير فيريرا بسيط وذكي. لو لعبت بأسلوب متوقع يبقى كأني بدي الفاركو اللي هم عايزينه، لكن لو فاجئتهم وغيرت شكل الهجوم تماماً هقدر أضربهم في أضعف حتة عندهم، اللي هي إيه؟ بالظبط مشاكلهم في التمركز الدفاعي. والتغييرات المتوقعة دي شكلها إيه؟ الكلام كله على إننا ممكن نشوف محمد شحاتة في نص الملعب مكان دونجا، وده هيدي حيوية وحركة مختلفة خالص للمنطقة دي. والأهم، ممكن نشوف عودي الدباغ بيبدأ كجناح مكان ناصر منسي، وده تغيير هجومي صريح. طيب، بناء على التغييرات المحتملة دي، التشكيلة النهائية ممكن يكون شكلها إيه؟ تعالوا نتخيل مع بعض الخريطة اللي فيريرا ممكن ينزل بيها أرض الملعب عشان يحسم اللعبة التكتيكية دي لصالحه. في حراسة المرمى عندنا صبحي، والدفاع زي ما هو غالباً بنتاج، الونش، حسام عبد المجيد وعمر جابر. الشغل كله بقى بيبدأ من نص الملعب بوجود شحاتة جنب عبد الله السعيد وناصر ماهر. وفي الهجوم ممكن نشوف الثلاثي الناري ده، بانزا، الفينا، ومعاهم ورقة المفاجأة الدباغ. تمام قوي. كده احنا حللنا خطة فاركو وشفنا ايه المفاجأة اللي الزمايق بيحضرها. كل الخيوط دي بتوصلنا في الآخر لنقطة واحدة بس، هي دي النقطة اللي هتحدد الماتش هيروح لمين، الصراع المحوري هيدور فين بالظبط. الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. في كفة عندنا مشكلة فاركو الأساسية، التمركز الدفاعي السيء، وفي الكفة التانية عندنا الحل اللي الزمالك بيجهزه، هجوم جديد وغير متوقع متصمم مخصوص عشان يخترق نقطة الضعف دي. وهنا بقى نوصل للسؤال الأخير اللي هنسيبه مفتوح. يا ترى المفاجأة الهجومية بتاعت فيريرا هتكون هي الضربة القاضية اللي تستغل مشاكل فاركو الدفاعية، ولا هنشوف سيناريو تاني خالص وفاركو بضغطهم ومرتداتهم هم اللي هيخطفوا الماتش؟ بصراحة الإجابة هتكون على أرض الملعب. المعركة التكتيكية دي هي اللي هتقول كلمتها في الآخر.